تعرف على حضرتك؟ أنا اسمي مهندس محمد يونس مدير شركة. حضرتك أول زيارة يا فندم للمشروع؟ أول زيارة. أنا كنت بصراحة بتمنى الزيارة دي من زمان، لكن الحمد لله إن هي حصلت النهارده يعني. وإيه أخرك ده كله يا ما أعرفش، ما كانش فيه ترتيبات، وكانت ظروف طبعا شغلي، ظروف سفر وكده، لكن يعني اتبلغت امبارح إنه في زيارة النهارده. انطباعك إيه بقى بعد جولة بحرية في القناة يا فندم؟ اسعد يوم في حياتي لو انا اقول لك يعني. أسعد يوم. انا بالنسبه لي اسعد يوم في حياتي. اسعد يوم من ان انا عندي 4 بنات، وانا سعيد ان انا ده يوم زي اهم من حتى من ولاده بناتي. أنا كنت متوقع ما شاهدته النهارده يا فندم؟ لا ما كنتش متوقع. لا يعني للامانه يعني ما كانش عندي الاحساس ده، يعني اللي انا شفته النهارده، انا واللي انا سمعته من سياده الفريق، في معجزه تمت، وفي معجزه بتتم، والمصريين عايشين. ويا ريت كل المصريين يركزوا قوي مع المجهود اللي بيتم، لانه شرف عظيم لينا ان احنا نكون عايشين ونعيش الحدث ده. مهم جدا ان احنا نعيش الحدث ده. لو في رسالة عايز تبعتها للرئيس عبد الفتاح السيسي صاحب القرار الخاص بإقامة القناة تقول له إيه يا فندم؟ مش هقدر اقول له غير تعظيم سلام يا فندم، وتحيا مصر، كلنا جنودك. تقول إيه للشعب المصري اللي جمع تمويل القناة في أقل من شعب عبقري لما حس بصدق رئيسه، وحس بانه اللي بيكلمه حد وطني من الطراز الاول، طلع له كل اللي يملكه. و يعني كل واحد، يعني انا اعتقد انه الشعب المصري يقدر يعمل معجزات اكتر من كده. تقول لي الفريق مهمة مش صاحب الفكرة والدراسة الخاصة بالقناة يا فندم؟ يعني شخص متواضع جدا، برغم ان هو شخص عبقري جدا. القناة حفرت، وفي نفس الوقت ما فيش يوم واحد تعطلت فيها الملاحة. ما شاء الله. انا الامانة انا مش عارف العدد اللي شارك في حفر القناة النهاردة، لكن كل التحية. راجل انا حبيت ان انا ابوس جبينه. تقول لي للجيش المصري، ويا ريت ينقل قبلتي دي لسيادة الرئيس. مش تقول لي للجيش المصري اللي اشرف على مرحلة الحفر الجاف في قلب رمال سيناء يا فندم؟ انا حضرت 73، كنت طفل، انا من المنصورة اساسا، وحضرت جزء من المعركة الجوية، شفتها في سما المنصورة. طبعا ما كان ليش الشرف ان انا في التوقيت ده ابقى في قناة السويس، لكن اعتقد ان النهارده انا عندي الاحساس ده ان انا عبرت قناة السويس في 73. جميل. تقولي شكرا للجيش مصر. جميل. تقولي للشعب المصري يا فندم؟ ان شاء الله مع قائد مبدع مخلص، بيشتغل. انا اعتقد انه كلام سيادة الرئيس يعني ما تقدرش تقارنه بأفعاله، بطموحه اللي بيتمناه لمصر. سيادة الرئيس عنده أحلام كتير، وإن شاء الله إحنا معاه وإحنا جنوده، وإن شاء الله يعني معاه ومع شعب مصر إن شاء الله. كمواطن مصري، جزء من الشعب المصري، تقولي رسالة، لو في رسالة للعالم من هنا من قلب قناة السويس الجديدة يا فندم؟ طبعا احنا يعني بعد 30/6 مصر قابلت مشكلات كبيرة جدا مع العالم، لانه ما كانش حاسس الاحساس بتاعنا، ما عاش معانا الفترة من 2012 لغاية 30/6/2013. لو الشعوب العالمية عاشت بره الفترة دي، انا اعتقد ان هي كانت هتقرر معانا ان هي نعمل اللي عملناه في 30/6. فانا بقول لكل شعوب العالم احنا شعب مسالم جدا جدا جدا، وبنتمنى ان انتوا تشرفونا، ومصر ان شاء الله هتفضل هي المحروسة ارض الكنان. حضرتك النهارده قدمت مشاركة، يمكن سيادة الفريق بيرفض كلمة تبرع، مشاركة
حضرتك بتقول لرجال الاعمال والمصريين، وخاصه احنا مقبلين على حفل الافتتاح يا فندم. والله انا شايف ناس كتير قامت بمجهود وافر، واتمنى من الاخرين ان شاء الله ان هم يقدموا لبلادهم. انا اعتقد ان اي مصري مش هيقدر يبخل على بلاده لما مصر تطلب منه. كلمه اخيره نقول تحيا مصر يا فندم. انا تحيا مصر كلمه عبقريه جمعتنا كلنا، فانا بقولها زي سياده الرئيس: تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.